لجنة السلم الأهلي والأدوار التي تقوم بها. طبعا أما هذه مسألة والله لا، قتل 50 وقتل 1000 وقتل 500 وسوق للسبايا وسوق للنخاسة، يعني ما تبين أن الموضوع كله كلام في كلام يا أستاذ علاء يعني. ليس كل ما يقال صحيحا، ولكن ليس كل ما يقال خطأ. بكل الأحوال لجنة السلم الأهلي تعمل بالتنسيق مع الحكومة، تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتنشط على الأرض بملفات متعلقة بالموقوفين، متعلقة ب يعني إعادة الحقوق لأصحاب الحقوق، وأيضا تعمل على التعاون مع وزارة الداخلية على الفرز بين من لم تتلطخ يداه بالدماء وبين المرتكبين الذين يمكن أن يستمروا في السجون. هذا هو الدور المنوط بلجنة السلم الأهلي حتى الآن، وكل نشاطها بالتنسيق مع الحكومة ومع وزارة الداخلية منذ إنشاء هذه اللجنة وحتى الآن. طيب أستاذ علاء، بصراحة البعض يسأل هذا السؤال الآن، يعني في ظل تكرار بعض الحوادث، يعني الاعتداءات أو الاعتداءات الإرهابية من فلول النظام على رجال الأمن العام، يعني هل هناك شعور وأنت صحفي يعني موجود في جبلة، يعني شعور لدى المجتمع العلوي بأنه خلاص يا جماعة فلنطوي هذه الصفحة وننضم للدولة يعني ونخطو خطوة للأمام، أم ما زالت أوهام الرجوع للحكم وباسل الأسد رجع ورامي مخلوف رجع ويعني وهذه الحكاوي ومقداد فتيحة ويعني لا يوجد علوي واحد يريد اليوم العودة إلى ما قبل 8 من كانون أول 2024 إلا على صعيد العمل والنشاط والعودة إلى الوظائف والحصول على الرواتب، الحياة المعيشية فقط. لا يوجد، بل أقول بأن أكثر من بيان صدر وفي أكثر من منطقة ومن أكثر من لجنة في الساحل السوري وفي جبال العلويين يرفضون حمل السلاح ويرفضون أي عملية تجييش أو تحريض أو التحاق بمعسكرات افتراضية تنشأ عن بيانات تصدر من الخارج بشكل كامل وواضح. هذه القرى بأكملها تريد الاستقرار، تريد الهدوء والعودة إلى الحياة كما كانت قبل 8 من كانون أول 2024 بكل مقومات هذه الحياة ما عدا موضوع السلطة وغير ذلك. المعروف الآن للجميع بأن التفكير بمواضيع السلطة يشغل البال أكثر ويستنزف البلد والجبل والإنسان أكثر فأكثر، وهذه حقيقة يعني، ولمسها كل وفد من الحكومة قابل الأهالي في أي منطقة، سواء وفد سياسي، وفد عسكري، وفد من رجال الدين، وفود اقتصادية، يعني جرت لقاءات على مدار الشهور الماضية وكانوا يسمعون هذا من النخب وأيضا من الشارع. لا أحد يريد أو عفوا لا أحد يفكر الآن بمواضيع متعلقة بالسلطة أو العودة إلى السلطة. الفقاعات الفيسبوكية لم تعد تنطلي على هذا الإنسان المخذول والممنوع من أدنى مقومات الحياة والتي هي الراتب الشهري. الراتب الشهري ليشتري الخبز على أقل تقدير لأولاده. دكتور عبد المنعم تهز رأسك. يا صديقي يا صديقي، يعني أنا الآن يشاهدنا الملايين. لدينا في سوريا أكثر من مليونين شهيد، ليس مليون، إن اللي كانوا مفقودين في المسالك والمعتقلات ظهر أنهم شهداء. لدينا مليونين شهيد، ويأتي ضيفك الآن يقول أكبر معاناة أنه ما استلم الراتب. يا صديقي يا صديقي الأستاذ، اليوم في عندنا الناس للآن عم تبحث تنبش في الأرض، تبحث عن بقايا المقابر الجماعية لتشوف جثث أبنائها. في عندنا مليون شخص، 1.5 مليون في المخيمات موجودين هنا في الحدود جنبي هنا في عزاز وفي إدلب. تعال شوف الناس، أنت استطعت تعيش يوم واحد في الخيام؟ يعني أنا للأسف اليوم شاهدت منظر أنا يعني اعترضت عليه، والنشطاء اجى البعض وفد ليزور المخيمات. أنا قلت لهم هذه المخيمات عندما تأتيها تقف باحترام
لتعاين قدسية من فيها، صمود من فيها، عظمة من فيها، مبدأ من فيها، وليس أن تنظر إليهم على أنه جايب هدايا وتعطيهم للأطفال وتعقم إيدك. لا 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 لا، هدول بيوزعوا كرامة على كل من فقد الكرامة. أنت عم تتحدث عن 14 سنة، وأنا أرفع بضيفك أن يكون عنده نفس طائفي يعني خلال حديثه عندما يقول لا يوجد أي شخص في هذا المكون ليس لديه جريمة. أنا أقول لك أنا لست طائفي، لا هو يوجد ما في قالها، كل لا 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 لحظه يا المكونات. دكتور، يا دكتور ما قال، ما لحظة قال، لحظة بس أوضح لك. ما قال يوجد في ذلك. كل المكونات مجرمون، في كل المكونات، في كل المكونات لديهم مجرمون. يعني نحن عندما نطالب بمحاسبة المجرمين نطالب من كل المكونات. هو يقول لك الآن لا يوجد علوي واحد لديه يعني جريمة أو سلاح أو كذا. كيف تتبنى لا هذا ما قالها، انت الإطلاقات قلتها يا استاذ علاء، قلت هذا ما قالها. لا يوجد علوي واحد يفكر بالاعتراض على الدولة. الحقيقة دكتور معاذ المشكلة أني لا أفهم ما يقوله الضيف من إعزاز، والسبب يعني رداءة الصوت ليس إلا ولكن هو ينفي كل ما أقوله. ليست مشكلة فينفي، ولكن صحيح. يعني فهمت عبارة 14 عام. إذا بقينا يا دكتور معاذ إذا بقينا نتحدث عن 14 عام سنستغرق من الزمن والمستقبل 14 عام ولن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. يعني إذا كنت يعني تسير بخط مستقيم لحظة دكتور عبد المنعم، إلى الوراء. عبد المنعم، دكتور عبد المنعم بالله عليك، في جبال الساحل ما حصل بتتجاوزهم من صار له كم شهر، قتل كم شبيحة بتكررهم بكل مقابلة. كيف بدك منا 14 سنة نحن نطويها بدون لك يلا خلص ما في شيء؟ انت عندك كم شبيح قتلوا بكم شهر مالك حسنان تنساهم، كل يوم بتقول قتلوا 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 هن شبيحة. نحن كيف بدك عندنا ملايين نساء واطفال ذبحوا بدك اياهم ننساهم؟ سمعت هذه استاذ علاء؟ سمعت عبارة انه ذبح طيب انا اقول لك ماذا قال. دعني لحظة يا استاذ علاء، استاذ علاء حبيبي تسمعني؟ دعني أترجم لك ما قاله الدكتور عبد المنعم. يعني أنت تقول إذا بقينا نفكر بال14 سنة الماضية سنحتاج 14 سنة قادمة. قال لك 2,000,000 شهيد، دمر المجتمع السوري بأكمله، تريد من هؤلاء أن ينسوا وأنت ما زلت عالق عند الانتهاكات التي حدثت في الساحل قبل شهرين. يعني كيف هذه بهذه؟ كيف يستقيم؟ يا سيدي يا دكتور معاذ، رأس النظام خارج البلاد، أركان النظام خارج البلاد، الموجودون على الأرض أكثر من 80% منهم مأمورون. يعني أنا أقول مجند يعتقل بسبب كونه كان في النظام أو كان في الجيش. رئيسا حكومة يظهران في الإعلام ويلقيان المحاضرات ببراءة لكأن شيئا لم يكن، وهم من ولاة الأمر. كيف نضيق على عسكري رمى سلاحه بضمانات ويعني نشعر بالعذوبة ونحن نستمع إلى رئيس حكومة يتحدث هو ليس مجند الإنسان. يعني هو أستاذ علاء للدقة ليس مجند، يعني ليس القصة في مجند، القصة في ضباط مخابرات يعني أذاقوا السوريين الويلات، يعني ليست في عسكري بصفوف النظام. القصة عن ضباط مخابرات أجرموا. دكتور فداء موقوفون من كل الرتب. أين هم؟ يعني أين هم؟ ملازم أول، يعني تقول مأمورون، ملازم أو ملازم أول. نعم قد يكون مرتكب وهذا يجب محاكمته، لا أحد يناقش في الأمر، ولكن هناك أبرياء أيضا موقوفون. رئيس حكومة كان من ولاة الأمر يظهر على الشاشة ويتحدث يعني لكأنه كان من المصلحين في المجتمع. هذه عند الدكتور عبد المنعم. لحظة هذه عند الدكتور عبد المنعم، لكن قبل أن أنتقل للدكتور فداء، أستاذ علاء، يعني البعض يقول لك يعني المجتمع العلوي يريد أن يبرئ كل من أجرم منه في السنوات الماضية وأنه عفى الله عما سلف وشكرا جزيلا، نراكم في ثورة أخرى. أنا ابن هذا المجتمع دكتور، أنا ابن هذا المجتمع. لو أتيت بي ما قبل 8 من كانون أول وقلت لي تعال وبرئ كل من كان في هذا النظام من هذه الطائفة، بالكاد أبرئ 30%. ولي تاريخ في هذه المسألة، صفحتي ونشاطي الإعلامي واضح، وأنا ممن أوقف أيام النظام بسبب أمور كهذه.
الطائفة لا تريد أن تبرئ الجميع. الطائفة عانت من الكثيرين من العلويين ممن كانوا في النظام، وهذه حقائق لا ينكرها أحد. نحن نتحدث. قلت عبارة أعتقد بأن الدكتور فداء سمعها مني بأحد الاجتماع جرى في اللاذقية قبل حوالي شهرين. قلت إذا كان هناك مدينة قد تحررت بالفعل هي القرداحة، ولكن لم يترك فرصة لأهل القرداحة وأهل جبلة واللاذقية أن يحتفلوا. اتهموا منذ اليوم التالي بأنهم فلول أو بأنهم أيتام الأسد. طيب. وتلك الحملات الفيسبوكية التي لم تسمح أو تفسح الوقت للعلويين العقوبات. يا دكتور عبد المنعم ارجوك، دكتور عبد المنعم لحظه، دكتور عبد المنعم لحظه لو تكرمت ساعود